علامات الإجبار كتجبر على احترام فعل معين يمكن يخص صنف أو عدة أصناف من مستعملي الطريق. هاد العلامات هي إشارة الوضع. الرسم أو الرمز بداخل العلامة كيحث على الفعل اللي من الواجب القيام به ولا أصناف مستعملي الطريق المقصودين بالإجبار. الإجبار المتعلق بالاتجاه كيلزم على السائق يكمل السير في المسلك اللي محدده العلامة. من الواجب عليا نغير اتجاه اليمين ولو نكون باغي ندور على اليسار من بعد. اتجاه السهم كيجبر السائق على تغيير الاتجاه على اليمين قبل العلامة. هذا كيعني ما يمكنش ليا ندور على اليسار وما يمكنش ليا نتابع السير القدام. من الواجب عليا ندور على المدار من جهة اليمين كما كتشير ليه العلامة. ملي كتواجد مسالك كثيرة على الطريق، العلامة التزام أقصى اليمين كتجبر بعض مستعملي الطريق يشدوا اليمين ديالهم. من الواجب عليا السير في المسلك ديال اليمين حسب اتجاه السهم. بعض المسالك هي خاصة وإجبارية لصنف محدد من مستعملي الطريق وممنوعة على الآخرين سواء للسير ولا للتوقف. يمكن يكون مسلك إجباري للدراجات، كما يمكن يكون مسلك أو ممر إجباري للعربات اليدوية أو للعربات اللي كتجرها الحيوانات، ولا ممر إجباري للراجلين. قطيع من الحيوانات من الواجب يمشي في المسلك المخصص ليه. أخيرا هاد العلامة كتعلم على أن المسلك إجباري للخيالة. بعض الإجبارات كتعلق بتحديد السرعة، الهدف منها الحفاظ على حركة السير بشكل سهل. على جنب الطريق الموجودة به هاد العلامة ما يمكنش ليا السير بسرعة أقل من السرعة المشار لها، أي يمكن ليا السير بسرعة 30 كيلومتر في الساعة أو بكتر من 30 كيلومتر في الساعة. نهاية الإجبار كتشير ليه العلامة اللي الشكل ديالها دائري لونها أزرق. الرمز اللي كيعنيه الإجبار كيكون فوقو خط أحمر. بعد هاد العلامة يمكن لي السير بسرعة أقل من 30 كيلومتر في الساعة بلا ما ناخد بعين الاعتبار السرعة الدنيا المفروضة من قبل.